الدهون نوعين، دهون سطحيه ودهون داخليه في الجسم. تمام. الدهون الداخليه دي سهل قوي تنزل بالرياضه وبالرجيم، بالامتناع عن تناول بعض الاطعمه. اما الدهون السطحيه ملهاش علاقه لا بالرياضه ولا بالرجيم، بتبقى كنترولد اكتر بالجلسات الموضعيه اللي بتتعمل في العيادات، سواء بقى اجهزه او حقن. خليني اقول افهمها انا بقى. طيب الدهون السطحيه دي بتبقى باينه في الجسم. الدهون السطحيه بيبقى حجمها كبير وباينه في الجسم، يعني وبتدي شكل مش حلو. دهون ده عندك تركز دهون في مناطق معينه بالظبط. الداخليه بقى دي احنا مش شايفينها، بس الداخليه دي هي اللي بتدي وزن على الميزان. اوكي. يعني حضرتك لما تلعبي رياضه بشكل منتظم، تعملي رجيم بشكل منتظم، تلاقي نفسك بتخسي على الميزان. تمام. اما ممكن تلاقي المنطقه اللي مضايقاكي في جسمك لسه فاضل فيها، لسه برضو شكلها مش حلو. اما الدهون السطحيه دي بتبقى شكلها مش لطيف، وبتبقى حجمها كبير قوي، ما تديش وزن على الميزان خالص.